ورحمة الله وبركاته. النهاردة أقول لكم على طريقة حلوة جدا بتناسب كل الميزانيات. طبعا مش كل الناس اللي بتقول الميزانيات دي لأصحابها أو أصحاب الدخول العالية، لا يا جماعة، كل أمهاتنا وأجدادنا حتى كان في ميزانيات وفي حاجة للدخار. يعني لو من أيام جدتي وهي دايما بتجهز لبنتها وإن هي مثلا في ابتدائي وإعدادي، فدي يا جماعة طبعا أجدادنا ما كانوش مش كلهم مثلا بشوات، فاهميني؟ فده فكرة خاطئة. الفكرة التانية إن إحنا اي ميزانيه لازم تمشي على الخطوات دي، انا كاتباها لكم. واي ميزانيه في متابعه عندي حبيبه قلبي كاتبالي عايزه ميزانيه للفرد 500. ممكن هي الحاجات دي هتفيدها النهارده اللي هتكلم فيها، دي خطوات هتمشي عليها باي مبلغ وان شاء الله اعملها لك عملي. اول حاجه احنا هناخد الطريقه اليابانيه، طريقة اليابانيات في إدارة الميزانية. إحنا دايما بنقسم على 4 أظرف، دي شائعة عندنا، فإحنا بنقسم 4، هما بيقسموا 5 أظرف، الأول والتاني والتالت والرابع، ده على 4 أسابيع 4 أسابيع. طب والخامس المصاريف الأساسية اللي هي دروس وكهرباء ومية وغاز والحاجات دي. إحنا هنضيف، بصوا أنا حاطة ديت، طبعا دي أنا العلبة دي بحط فيها أظرف. عندي جات لي مثلا هدية عيد ميلاد، شريط حلويات، ورق فاضي، ورق أبيض. بصوا علبة عادية يا جماعة بنستغلها في أي حاجة، ماشي؟ دي من ده من الادخار يا جماعه، هي مش حاجه مش وحشه، لو حاجه وحشه هنرميها، لكن طالما حاجه هتفيدنا خلاص نحطها في علبه، في كرتون، انا قلت في اي حاجه. دول عباره عن 6 اظرف، ماشي؟ هاخد 5 واشيل ايه 1/6، ده الادخار، ده بيبقى في اخر حاجه، ما بشيلش في الاول، انا اول حاجه بمشي بالخطوات دي. بصوا طبعا الحاجات دي هتلزمنا دلوقتي؟ لا مش هتلزمنا دلوقتي. طيب الطريقه ديت انا هعمل لكم ان شاء الله الطريقه اليابانيه لاداره الميزانيه، وكمان واحده كده مع بعض نقدر نتخلص من اي ديون عندك، اي ديون عندك ان شاء الله باذن الله هتخلص ان شاء الله باذن الله لو تبعتي الخطوات دي والمفاهيم اللي انا هقولها لك دلوقتي. اول حاجه هم طبعا ما بيطلعوش صدقه جاري، انت طلعي، قلنا لو 5، لو جنيه معاكي وانت ظروفك تعبانه تطلعي جنيه، نص جنيه بس يا جماعه، ده بالنوايا الحسنه. طيب اول حاجه مش هنبدا طبعا بالاظرف، هنبدا تشوفي ايه اللي داخلك. يعني انا مثلا انا داخل لي مثلا مرتب، انا داخل لي مرتب شهر، تمام؟ طيب غيري عنده مدخلات كتير ومش عامل ميزانيه وما عندوش مثلا ايه، ما عندوش وفر ولا عامل ادخار، فده غلط. طيب بصوا بقى، بحصر كل المدخلات اللي عندي، كل مدخلات عندي، معلش، كل مدخلات عندي ببتدي احصرها كلها. وبص انا عندي مثلا محل باجره، بكتب كل حاجه، اجيب اجنده، نوته، كراسه قديمه بتاع ولادي، ماشي؟ ان شاء الله فيها 3 صفح في الشهر ده، ما تكلفيش نفسك يا جماعه، ماشي؟ حضرتك دلوقتي عندك ما شاء الله مأجره شقه، عندك بتدي دروس، بتدي مصاريف، بتاخدي مثلا، دي مدخلات تعتبر، بتاخدي ايه مثلا، اي حاجه بتجيلك، كل المرتب الاساسي اكتبيها وسجليها واجمعيها مع بعض، دخليها في دي، لان هتيجي في وقت من الاوقات هتكتمي على هتشدي في الميزانيه، وبعدين هي تقولي طب ما دي بقى انا هخليها بره الميزانيه ابقشش على نفسي. ما ينفعش، ما احنا عندنا ديون لازم ايه نتخلص منها. طيب اول حاجه قلنا نجمع كل المدخلات اللي داخله. تاني حاجه نشوف مصاريفنا ايه. انا قلت لكم مش هنحط على طول في الاظرف، هو ده اللي شائع علينا، اللي هو 4 أسابيع والاسبوع والخامس ده بنحط ظرف، وظرف بنحط فيه اي حاجه، لا ما ينفعش، ده اخر حاجه تعمليها. يعني احنا نبدا دي تبقى اخر نقطه نعملها، تمام؟ طيب قلنا المدخلات، عندك ايجار محل، عندك ايجار شقه، بتاجري شقه، عندك مثلا مدرسه، وعندك مدخلات تانية غير مرتبك، اي حاجه شغل اضافي بتعمليه، كل ده بيخش في بند اسمه مدخلات. بصوا مدخلات. طيب تاني حاجه هنحصر المصاريف اللي احنا بنصرفها، في حاجه اسمها اساسيه اللي هي في الظرف الخامس، اللي هي ايجار وميه وكهرباء وديون، وعندك اقساط، اللي في ناس يا جماعه بماشيه اللي هي بالايه، بصوا في اللي هي كريدت كارد والحاجات، واللي هي مسبقات الدفع، طبعا دي بتخرب بيوت حرفيا، غير بقى الحرمانيه انا ما اقدرش اتكلم فيها، فاهمني؟ طيب في ايه تاني الغير الاساسيه؟ طبعا اشتراكات، عندك مثلا انت بتشتركي لابنك في النادي، ربنا موسع عليكي، الكماليات والرفاهيه، هنروح النهارده ان شاء الله باذن الله الشهر ده هنروح نسافر سفريه حلوه، الحاجات دي يا جماعه بنقسمها مصاريف اساسيه ومصاريف غير اساسيه. انا لو عندي ديون على طول دي بنهيها، شفتوا بقى؟ انا لو حصرت الحاجات دي وعندي ديون يبقى الغير اساسيه دي بشطبها على طول. طب وايه تاني؟ بشوف الاولويات اللي عندي، اولوياتي الاكل والشرب وايه وفسح بسيطه، ما انا مش هحرم نفسي مثلا ايه ان انا نروح نسافر، لا ما انا ممكن اتمشى او اروح نادي بسيط، سعره بسيط، اشتراكه بسيط، فاهمني؟ طيب ايه تاني؟
بنعمل ايه؟ بنخصص منه مبلغ ثابت للدهون الشهريه. انا دخلت خلصت الاشتراكات مثلا ابني في النادي، خلاص انا عندي ديون، يبقى الحاجات دي خلاص تتشد مني، خلاص مفيش خلاص دلوقتي نقعد شويه كده ونتكل وايه ونشيل الحاجات دي على جنب. مثلا انا نفسي اغير، هجيب حفاظه، هجيب مش عارفه، هجيب ده اشتراك ولادي في النادي، ده انا هوديهم مسرح، هوديهم فيلم، هوديهم الحاجات دي، انا عندي ديون. يعني ده الابدع عندك ان انت تسددي ديونك. طيب لازما يا جماعه في نمشي بالايه، بيقول لك ايه؟ ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. ولا نشد قوي ولا نرخي قوي، فاهمني؟ ولا نشد قوي ولا نرخي قوي. طب نعمل ايه؟ نعمل الاولويات اللي عندنا، ونعمل الحاجات الوسط اللي نقدر نعملها، ماشي؟ الوسط خير الامور اوسطها. هنعمل مبلغ ثابت للديون الشهريه. طيب سيبنا بقى من الديون ديت ونيجي تاني هنقلل النفقات. انا دلوقتي عايزه ادخار، انا دخلت كده من مرحله الميزانيه ولسه ما حطيتش حاجه في الاظرف، هخش بقى في مرحله الادخار. انا عندي نفقاتي ايه؟ النفقات بتاعتي الضروريه، ولنفترض 500 جنيه زي مثلا متابعتي، ولنفترض طبعا مش هقول 5000، نقول له 10 دقايق 10000 يا جماعه. الايام دي حرفيا قلبت ما يمشيش بمبلغ يعدي، يعني ايه اللي يكفيهم؟ ممكن ناس تكفيها ال 5000 6000، ممكن ما تكفيهاش حسب اعداد الاسره. فنقول مثلا لو 10 جنيه، لو قلنا لو 10 جنيه، مش هقول 500 لحسن تقولي هو في حد بيكفيه 500 جنيه. اي مبلغ يا جماعه بنقلل النفقات الضروريه. يعني مثلا بشوف بدايل. انا دلوقتي انا كنت بشتري الزيت، انا عندي تموين خلاص، في ناس ما عندهاش تموين، ابص بقى البدايل اللي هي ايه؟ اشوف المبادرات اللي بتبقى موجوده في الشارع. يبقى عندي كده حاجه كده، انا خلاص انا الزيت والسكر والحاجات دي ما باخدش تموين، اعملهم في ظرف. كل ما امشي في منافذ وزاره الزراعه بيبقى فيها زيت وسكر اقل منه ب5 6 جنيه. في السمنه ديت مثلا بره بكذا، في المبادرة أو منافذ وزارة الزراعة بتبقى أقل يا جماعة، فاهميني؟ طيب ايه تاني؟ ممكن يا جماعه تابعوا الهايبرات يا جماعه والعروض. مش معناته ان انا اجري واروح اعمل ايه اللي هي الايه، اشتري كل العروض، فاهميني؟ لا، هروح عامله ايه؟ انا عايزه سكر وزيت، هو ده اللي ايه اللي ناقصني. طبعا الخضار هجيبه من ايه؟ هجيبه من السوق، فاهميني؟ طيب اخلي بقى مبلغ على جنب، ده حاجه الزيت والسكر في ايدي في البوك. كل ما امشي استلقط لي ايه؟ اذا الزيت ما اروحش اجيب اغلى زيت واقول ما انا اهو، ما انا ماشيه بما يرضي الله، ولغيت النفقات ولغيت الاشتراكات والكماليات والرفاهيات اللي عندي. لا، اشوف منافذ وزاره الزراعه، اشوف منافذ المبادرات اللي بتبقى ماشيه، العربيات اللي ماشيه، كل دي بتبقى ارخص من ايه؟ من كل حته، فاهميني؟ طيب شكرا. طيب وايه تاني؟ في حاجه تانية عايزه اقولها، ان احنا لازم نستبدل اي شيء غالي ببدائل ارخص. اي شيء غالي لازم نعمله بدائل ارخص. بالذات يا جماعه اللي بيخرب بيت الناس، اللي مثلا تقول لك لا انا ما اقدرش استغنى عن منتج معين. يعني مثلا ايه؟ كلنا كنا بنستخدم بريل او فيري، دلوقتي كلنا ايه؟ هتقول لك لا انا الحاجات دي ما بتفهميش وغير صحيه. كل حاجه كيميائيه بتبقى غير صحيه بالمره، كل حاجه كيميائيه بتبقى غير صحيه. طب ايه؟ انا دلوقتي بامكاني ان انا اجيب فيه منظفات اقل في السعر وبرده مش سايبه. زي في حاجه اسمها فل في ازازه ومعلبه وشركه محترمه، ما اروحش اجيب مثلا البريل ب 30 40 جنيه والفل ب 10 12 جنيه وفي ب7 كمان في اماكن. فانت تخلي بالكم ان الحاجات دي يا جماعه اي حاجه نستبدلها بحاجات ارخص عشان يبقى عندي ادخار او عندي ديون لازم نسددها. تمام كده خلصنا حاجتنا، ماشي؟ نبتدي بقى ايه اللي هيطلع؟ نبتدي نقسمه بقى. 50% مصاريف، بصوا اهي 50% مصاريف، تمام؟ 30% لو في ديون، ماشي. 20% ادخار. طيب لو انا المدخل بتاعي عادي، خلي 50% مصاريف اساسيه و50% ادخار، فاهمني؟ طيب لو انا عايزه افك عن نفسي شويه، طيب 75% مصاريف اساسيه و20% ادخار. وشوفي وامشي. وانتي بصوا يا جماعه، بيقول لك اهل مكه ادرى بشعابها، او كل دار وليه مدار، ماشي؟ شوفي انتي برضو بيتك بيحتاج ايه وتمشي عليه. نرجع بعد ما خلصنا ده كله، هيطلع مع عندنا بقى ايه؟ ال50% مثلا مصاريف، مثلا ولا قدر الله عندي ديون، هشيل 30% على جنب، ماشي؟ ها ده الديون بقى اللي على جنب، ده مصاريف الديون، ماشي؟ ده الادخار. والاربع ايه والخمس الاظرف دول لوحديهم او 5 اهم. ابتدي بقى احط، تمام؟ احط اول اسبوع وتاني اسبوع اقسمهم على كام؟ 7 اظرف، 7 اظرف، واحده
ادخار، واحده ديون، ودول 5 اظرف على 5 ايه الاسابيع. يعني احنا خدنا من الاخر للاول. فهمتوا بقى؟ والله يا جماعه جربوها، تحفه جدا الطريقه دي، وتمشي على اي ميزانيه، اي ميزانيه. فاهمني؟ فانا اهو 5 اسابيع حطهم في ال5 اظرف، 1 2 3 4 5، والواحد ادخار واحد ديون، واحد ادخار واحد ديون. ماشي؟ جربي، انت مش خسرانه وفلوسك معاكي، هي فلوسك في ايدك. طيب هل انا مع طريقة الأظرف أو مش معاها؟ أنا معايا طريقة الأظرف فعلا. طب هل أنا معايا مبلغ، هل أجيب حاجتي كلها على بعض من الشهر؟ طب أنا هقول لك على حاجة، يرضيكي تروحي تجيبي مثلا 5 فرخات و5 أزايز زيت و5 سكر و5 مش عارفة إيه، وتخلصي حاجتك وتيجي تسحبي كل يوم، تسحبي فرخة، تسحبي مثلا بانيه، تسحبي كبد وأوانس، ما تبقى دبرتيش حاجتك. لكن لما تجيبي كل اسبوع هتمشي على ده، وما تاخديش مليم، ما تاخديش مليم من ايه، من الظرف التاني. لكن لو جبتي هتسحبي من الفريزر كل حاجه تبقى لحمه وفراخ وكده، ما انت هتكسلي، على طول هتكسلي. اي ست مصريه تقول انا عندي خير والفريزر مليان وكده واسحب براحتي، ما انت تيجي اخر الشهر تنزنقي. يبقى احلى حاجه اللي هي انا مع الايه، نظام الايه الاظرف دي تحفه جدا يا جماعه. ولو لا قدر الله عندنا ديون، عادي يا جماعه، كل البيت بيبقى بيمر بظروف زي دي. ماشي؟ والادخار ده جماعه ده بقى انت وايه، وقبل كده بنطلع قلنا لو جنيه ايه صدقه جاريه. فاهميني يا جماعه؟ الحاجات دي يعني ايه، انا بقول لكم عن تجربه. تمام كده خلصنا الحاجات دي ومية مية. وانا قلت لكم مع نظام الاظرف، مش مع كل حاجه احطها في الفريزر وافرز اخر الشهر تزنقي نفسك وهتكسلي وتخلصي الفريزر الفريزر كمان. نيجي تاني حاجه الادخار. ازاي اعمل ادخار؟ انا كاتبه لكم كده خطوات مع بعض. بصوا، في حاجه اسمها يا جماعه كره الثلج، نظام كره الثلج. ازاي يعني؟ ابدا شوف، لما نيجي نكور كره الثلج بنعمل ايه؟ بنبدا نجيب حبه تلج صغننه ونبدا نكون لما تبقى كبيره. يعني لما انا عندي ديون كتير ولا قدر الله ان شاء الله يا رب يسد الدين عن كل الناس، ابدا اشوف الديون الصغنونه اللي عندي، جارتي، مش عارفه ايه، اختي. طبعا انا قلت الحكايه دي اختي عشان ما اخسرش علاقتها، ما يبقاش في ديون تماما. الناس مزنوقه والناس مش ناقصه يا جماعه. اجيب ايه؟ جارتي، اختي، الحاجات الاول دي اول شهر. يجي تاني شهر الحاجات اللي سددت بيها، المبلغ اللي انا سددت بيه ده طبعا هيبقى موجود عندي في الشهر اللي جاي، اخده اسدد الدين الاكبر في الاكبر في الاكبر لغايه ما اوصل لايه، لاكبر دين. ده حتى لو مش قادره عليه هبدا بقى المه في شهر كذا، شهر ورا شهر، لغايه ما اخلص كل الديون بتاعتي. فيا جماعه بصوا، بيقول لك ايه، اللهم صل على النبي، بيقول لك ايه، السلف دلف ورد خساره. فاسهل حاجه تعملوها النظام ده يا جماعه. شوفي الدين الصغير، تقولي انا ما معيش اسد الديون ده، لا، شوفي اصغر دين، اصغر دين ولو بتاع الكشك سدتيه. وبعدين مثلا جارتك، سلفتك، حماتك، مامتك، سددي واحده واحده لما ادخل. مثلا عندك ايه دين كبير، عندك مثلا ايه عامله قسط، طب ما القسط كل شهر. والقسط يا جماعه برضو ده ايه، برضو انا ما بشجعش القسط. ادفعي حاجتك، ما هينقص لك. انت دفعتي شهرين 3 سددتي الديون الصغيره، جيتي الشهر البعيد دوت كوني خشي في جمعيه، اقبطي الجمعيه وادفعي حق التلاجة بدل ما تاخدي الاقساط بتاعها، تدفعي الاقساط بتاعها كل شهر. فاهميني؟ فالنظام ده حلو جدا يا جماعه، صدقوني. وامشوا زي ما قلت كده. ولو عجبكم الفيديو يا جماعه يا ريت بالله عليكم تشجعوني وتحطوا لي لايك. ان شاء الله باذن الله عندي افكار، وافكار يعني ايه، افكار ناس كتير جربوها، وافكار يعني ايه، مش هقول لك هاجي هاتي جيب لك ذهب وعمارات وشقق. مين دلوقتي يا جماعه اللي يقدر يجيب ذهب الا من رحم ربي، يعني اللي هو ربنا موسع. مين اللي يقدر يجيب شقق ويجيب الحاجات اللي بيقولوا عليها دي؟ فاحنا بنمشي بما يرضي الله. يلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.